كمان في بيتزيرا، يعني مش بس صناعة الأهداف، بحس كده يعني. لا، هو بيتزيرا في التحولات مرعب. يعني انا طبعا لما ده شيء ببدا كمان. التحول عليه وبقدر ان انا ابدا التحول بيعرف عليه، يبني هجمة حلوة. بيبقى الموضوع في مصلحتنا بشكل كبير جدا. صحيح. ولكن هي اللي كانت عامله ميزه اكبر لما كان دايما الكره بطلع على بيتزيرا وحد بيظهر له، فبقى بيتزيرا ما يفضلش واقف بالكوره ظهره للمدافع، لان زي ما شفنا في ماتش الاهلي وفي ماتش انبي ده بالذات، الماتشين دول ان هو باك ليفت بيلزق في ظهر بيتزيرا بيخليه ما يلفش. انا اه، مش المفروض ان انا احط على بيتزيرا او احطه في الموقف ده في الموقف ان اللعب. هو دايما ظهره للمرمى بتاع امم الخصم وبيستلم وفي ظهره حد من غير ما حد يظهر له. صحيح. هو انا ممكن اطلع عليه الطلعه دي ويكون في حد بيجي له، سواء بقى محمد ابراهيم او حد من نص الملعب، بيكون عبد الله او فتوح ايا كان، ان هو يسند عليه وهيقدر هو يطلع في المساحه، ويكون ناصر منسي راح في المساحه، يكون عداد دجا راح في بالظبط. المساحه. بالظبط. فهو بيشيل من عليه الضغط فعلا، لان بالظبط. هو برضو نسبته في المراوغات عاليه جدا. يعني صحيح. هو لو هيدخل واحد على واحد نسبة ان هو يعدي هي عالية جدا، بس ده هيكسب لي ثواني تعمل ترانزيشن عشان اللعيبة تطلع وراه. بالظبط. بس لازم تحركات، دايما لما بيبقى لعيبة خط النص ما بتتحركلوش بالشكل الكافي، او محمد ابراهيم بيكون بيدافع قوي ورا، هو بيتزنق بقى. هتبطل من مفعوله زي ما يعني بيقولوا يعني. بتبقى الدنيا صعبة شوية. صحيح. بس هو للأمانة هو غير التحولات وغير المهارة هو ملتزم جدا. امم يعني هو في الحته يعني لما بنضغط وبنضطر ان هو يرجع، هو بيرجع وبيقابل من التلت الاخراني للملعب. فدي بصراحه انا شايف ان هو صفقه هايله جدا للزمالك. وانا اظن ان هو لو بيتزيرا اتحسن عنده الفينش، هو اكيد مش هيقعد في مصر. يعني هو امم مستواه الكواليتي طبعا. بتاعه، امم يعني يمكن ما جاش في اخر 20 سنه غير كينو مثلا اللي كان راح كان في بيراميدز اللي هو البرازيلي. ايوه. الكواليتي ده كبير قوي يعني. صحيح. فهو اتمنى ان هو يتبني عليه اللعب بشكل كويس، بس ما حطوش في المواقف اللي تخليه مش وشه للجون. صح.